في لحظه خوف من اللي بيشد جسمك يخليك تجري، ولما قلبك يقع على حد من اللي بيخليه يدق كانه طبل، وفي لحظه رقه من اللي بيسمح للعين انها تبتسم من غير ما تتكلم. جواك اكتر من 600 سر هنعرفهم النهارده. طب مين هم دول اللي بيعملوا كل الحركات والحكايات دي؟ من جيش القوة اللي جواك اللي بيوصلك بكل حاجة حواليك، من كف ايدك لرمش عينك. نغير بس الإضاءة ديت ونتكلم مع بعض. دول بقى العضلات، الجهاز اللي مش بيحرك جسمك، ده بيحرك حياتك كلها. عشان نفهم سر القوة دي لازم نعرف بيتكون من ايه. قبل ما نقول هو بيتكون من ايه محتاجين نعرف انواع. اول حاجة معانا هي العضلات الهيكلية، دي اللي بتكون متوصلة بالعظم عبر الاوتار، وهي نوع ارادي، يعني اقدر اتحكم بحركتها وانقباضها وكمان انبساطها. وكمان العضلات الملساء، ودي موجودة في جدار الاعضاء الداخلية، معدة بقى واوعية دموية وامعاء، بس دي بقى لا ارادية، يعني ما نقدرش نتحكم فيها. زي مثلا هي المسؤولة عن حركة الاكل في القناه الهضميه. العضله القلبيه دي اللي موجوده في القلب اللي اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت، وهي كمان لا اراديه وليها نظام كهربائي برضه خاص بيها زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، زي ما تقول كده عضله فيبي. بعد بقى ما تعرفنا على الانواع تعالى بقى نتكلم عن تكوينها وتركيبها والكلام الحلو. فركز معايا كده وهات كوبايه الشاي تمام ويلا بينا. العضله ككل بتتكون من حزم عضليه، والحزمه العضليه بتكون مغطاه بنسيج ضام اسمه الليف العضلي، وهي بتتكون من الياف عضليه متعدده، والليف العضلي الواحد بيكون طويل جدا اصلا، بيتكون من ليفات عضليه جوه. يعني اول حاجه كانت حزمه عضليه، بعديها ليفه عضليه، بعديها ليفه عضليه، تقريبا كده كل ما بنصغر بنزود ايه. الليف العضلي بقى بيتكون من اخيطه متكرره من البروتينات. الخيوط دي اللي هي القطع العضليه بتتكون من خيوط اصغر منها، وهم اتنين، خيوط سميكه وخيوط رفيعه. الخيوط السميكه بتتكون من بروتين اسمه الميوسين، بس الخيوط الرفيعه بتتكون من بروتين اسمه الاكتين مع بروتينات مساعده اللي هي تروبوميوسين وتروبونين. صح. طب واحده واحده كده عشان انا تهت منك. تخيل العضله دي زي حبل سميك، الحبل السميك ده اللي هو العضله كامله. الحبل السميك ده بيتكون من خيوط كبيره برضو بس ملفوفه حوالين بعضها، دي اللي هي الحزام العضليه. كل خيط كبير بيتكون من خيوط اصغر اسمها الالياف العضليه. كل خيط رفيع مكون من وحدات متكرره اللي هي الليفات العضليه. كل وحده صغيره مكونه من خيوط متشابكه اللي هي الاكتين والميوسين، اللي هم اصلا سبب الانقباض والانبساط والحركه. ازاي بقى بنتحرك اصلا، او بمعنى ادق ازاي العضله بتنقبض؟ عن طريق اثاره عصبيه بتروح للليف العضليه، بتسبب في انزلاق خيوط الاكتين الرفيعه بخيوط الميوسين السميكه. واحده واحده كده عشان ما نتوهش من بعض. الحارس ده بقى مدمن كالسيوم، قاعد ماسك خيوط الاكتين ومانع خيوط الميوسين ان هي تقرب له. لما يجي امر من المخ او بمعنى اصح اشاره عصبيه بتدي للحارس شويه كالسيوم، فالحارس بيتعاطى الكالسيوم، بيبقى مغيب عن الواقع، فبيبقى مبسوط ويسيب الميوسين يمسك في الاكتين، فالميوسين يمسك الاكتين ويسحبه ناحيه. كل سحب صغير من ملايين السحبات بيعمل انزلاق في العضله تقصر وتنقبض. فلما الامر يخلص الكالسيوم بيتراجع والحارس بيرجع مكانه، والميوسين بيسيب الاكتين والعضله ترتاح. وطبعا ما ينفعش تكون عرفت كل ده وما تعرفش ان اقوى عضله في جسم الانسان هي القلب مش الفك ولا اي عضله تانية، لانه بيشتغل بدون توقف طول حياته، وان الدماغ هو المتحكم الوحيد في كل عضلات جسمك ما عدا عضله القلب زي ما ذكرنا برضه في فيديو اللي. وفي النهايه جسم الانسان هي اعظم آلة في الكون، بحيث بيتعاون اكتر من 600 عضله بتناغم مذهل، من نبضه قلب اللي مش بتقف لابتسامه طفل استخدم 17 عضله، وصولا لخطوه واحده بتتحرك فيها 80 عضله. كل حركه كل شعور وكل حياه هي سيمفونيه عضليه معقده وعظيمه. قد تكون العضلات من لحم ودم ولكنها في الحقيقة قصة إرادة وإعجاز. وما ننساش نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنساش اللايك والشير والفولو عشان مخك محتاج الجرعة الجاية. واكتب في الكومنتات تفتكر الموضوع الجاي هيكون عن إيه.